اول ما بيفتح العامل البيتزا بيكون كاتب له على الكرتونه مراتك عايزه تموتك، وبقول له انت اتجننت، انت بتقول ايه؟ في الاول ما بيصدقهوش، بعد كده بتيجي مراته بتكون هي اللي طالبه الاكل. اول ما بتشوف الولد بتقول له انا شفتك فين قبل كده، وبيخبي وشه وبيقول لها اكيد ما شفناش بعض. واللي بيكون حصل وهو ماشي بالعجله عشان يوصل البيتزا، في عربيه بتخبطه وبتوقعه، وبيكون فيها البنت والولد حبيبها، وبيفضل يزعق وبيقول له انت ما بتشوفش، والبنت بتقول له خلاص خلينا في المهم. وبلان البنت بتقول للولد خلينا ننبسط عشان النهارده هيكون اخر يوم لجوز وهنعيش براحتنا، وبتقول له هي دي ازازه السم اللي هنديها له. والولد اول ما بيشوف الكلام ده بيبقى لازم يتصرف، وبيروح يركب في عربيته من غير ما ياخدوا بالهم عشان يوصل للولد ويحذره، وبيقول للولد مراتك حطيت لك سم وهتموتك، بس الولد ما بيصدقهوش. بعد كده الولد لما بيوطي البنت بتستغل الفرصه وبتحط له السم في الميه، وبتقول له هسيبك تشتغل براحتك. الولد بيحس ان شكل الميه اتغيرت. بعد ساعتين بتدخل البنت ومعاها حبيبها، وبيلاقي ان الولد شرب ميه ومات، والبنت بتفرح وبتقول له كده هنعرف نعيش براحتنا في الشقه من غير ما حد يضايقنا. وفجاه الولد بيقوم وبيطلع ان ده عامل الدليفري، وبيقول الخطه نجحت، وبيطلع الولد وبيكون عايش، وباللابتوب كنت قولي لي عايزه تطلعي بدل ما تعملي ده كله وتدخلي